السلام عليكم. في قناة عشوائيات لايت بنقدم لك كل ما هو غامض، مثير ومربوط بعالمنا الحقيقي والديني. النهاردة حنتكلم عن موضوع مرعب ومثير في نفس الوقت: انخفاض منسوب بحيرة طبريا. وهل ده ممكن يكون علامة من علامات الساعة؟ وهل فعلا المسيح الدجال قرب يخرج؟ خليك معايا للآخر، لأنه اللي حتسمعه ممكن يغير نظرتك لحاجات كتير. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي حتفتح عينيك على أسرار وعلامات كتير ممكن تكون حوالينا وإحنا مش واخدين بالنا منها. ندخل في الموضوع. بحيرة طبريا بحيرة صغيرة في الحجم، لكنها كبيرة جدا في المعنى والمكانة، خاصة في الدين الإسلامي. في الأيام دي بدأ الكل يتكلم عنها بسبب انخفاض منسوب المية فيها بشكل كبير. الناس اللي بتتابع الأخبار والصور الفضائية شافوا فرق واضح في كمية المية مقارنة بسنين فاتت، وده فتح باب تساؤلات كبيرة. هل اللي بيحصل مجرد أزمة مناخ ولا فيش حاجة أكبر بتتحضر؟ في ناس بدأت تربط بين انخفاض المية وبين الحديث اللي قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال. زمان الصحابي تميم الداري شاف الدجال مربوط في جزيرة في حديث مشهور رواه مسلم. في الحديث الدجال سأل الصحابة اللي زاروه في الجزيرة عن حاجات معينة، وكان منهم سؤاله عن بحيرة طبريا. سألهم: هل فيها ماء؟ قالوا نعم. فقال: يوشك أن يذهب ماؤها، يعني المية حتخلص. الكلام ده اتقال من أكتر من 1400 سنة، والنهاردة العلماء والمراقبين بيأكدوا إن المية فعلا بتقل بشكل واضح وبتوصل أحيانا لخط الخطر. وده مش مجرد شيء عادي، ده شيء فعلا لازم يخلينا نفكر ونتساءل: هل فعلا إحنا داخلين على زمن ظهور المسيح الدجال؟ هل هو قرب يخرج؟ واللي بيحصل حوالينا دلوقتي كله تمهيد. خليني أقول لك إن الدجال مش هيطلع كده فجأة، لازم قبله تحصل علامات كبرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم علامات الساعة لقسمين: علامات صغرى ودي معظمها حصل بالفعل، زي انشقاق القمر وانتشار الفتن وظهور الكذب وكثرة المال والحروب. إنما العلامات الكبرى لسه ما ظهرتش، لكن لما هتبدأ بشكل متتابع وسريع جدا، زي السبحة اللي لو قطعت الخرز هيقع ورا بعضه بسرعة. أول علامة من علامات الساعة الكبرى بحسب أحاديث النبي هي ظهور المسيح الدجال. وده مش مجرد شخص شرير، ده أخطر مخلوق ممكن يظهر على الأرض. هيكون معاه قدرات خارقة، هيخلي الناس تفتن، ينزل المطر بإذنه ويحيي الأرض بعد موتها، يخدع الناس ويقولهم إنه ربهم، وهيكون في كل مكان إلا مكة والمدينة. اللي بيحمينا منه هو العلم والدعاء واليقين. علشان كده لازم نتعلم ونعرف أوصافه ونتحصن، ونقرأ أول 10 آيات من سورة الكهف زي ما أوصانا النبي. بعد ظهور المسيح الدجال حتيجي العلامة الثانية الكبرى، وهي نزول سيدنا عيسى عليه السلام. نعم، المسيح عيسى لابن مريم حينزل من السماء في الوقت ده، مش نبي جديد لكن كداعم للمسلمين. وعلشان يقتل الدجال حينزل عند المنارة البيضاء في دمشق، وحيصلي وراء الإمام المهدي ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويثبت الحق. العلامتين دول مترابطين جدا وبيحصلوا في نفس الفترة، واحدة تمهد للتانية، وده دليل على إن الأمور حتمشي بسرعة ومش هيكون في وقت تفكر يا تلحق يا تفتن. والسؤال دلوقتي: هل فعلا إحنا داخلين على أعتاب البداية؟ هل اللي بيحصل في بحيرة طبريا مجرد صدفة،